كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا حبايبي. عايزة أهني إخواتنا المسيحيين ببداية الصوم، وإحنا السنة دي صايمين مع بعض ودايما يا حبايبي مع بعض. حلقتنا النهاردة هكلمكم فيها إزاي تستعدي وانت حامل للصيام. بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. ابلكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي ابلكيشن الداية دلوقتي. أول حاجة لازم تعمليها إنك تاخدي ميعاد مع الدكتور بتاعك علشان نشوف هيسمح لك تصومي ولا لأ. ولو حالتك تسمح لك إن انت تصومي، برضه هو اللي هيحدد لك الأكلات اللي المفروض تركزي عليها، وكمان هيقولك على مواعيد الأدوية والفيتامينات اللي انت ماشية عليها، وخصوصا لو انت عاملة حقن مجهري عشان تحافظي على سلامتك وسلامة جنينك. وعلشان ما تتعبيش لازم يكون عندك وعي انك تغيري نمط حياتك. بمعنى ايه؟ انك تنظمي نومك وتنامي عدد ساعات كويسة، وتعملي تمارين رياضية حتى لو بسيطة وتعودي نفسك عليها. ولازم تاكلي الوجبات تكون صحية ومتوازنة، وتكون غنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. ولو انت يا بنتي خايفة ومقلقة من صيامك انه ممكن يعمل لك جفاف، أهم علامات الجفاف لو ظهرت عليكي لازم تفطري فورا. زي ايه؟ هتحسي بعطش شديد أو صداع مستمر أو دوخة أو قلة تبول، كل دي علامات الجفاف. وما تنسيش وانتي على مدار اليوم لازم تراقبي حالتك الصحية وتقيسي الضغط والسكر باستمرار. ولو لاحظتي أعراض غريبة عليكي أو على حركة جنينك تفطري فورا، واتصلي بالدكتور بتاعك عشان يعمل اللازم، عشان هو الشخص الوحيد اللي هيقدر يا بنتي يساعدك، وهو اللي هيخاف عليكي وعلى صحة الجنين. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ومش هوصيكم خلي بالكم من صحتكم ومن صحة الجنين، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. يلا يا حبايبي، هستنى رسايلكم على صفحة البرنامج وانا هرد عليكم على طول. وما تنسوش تحملوا ابلكيشن الداية، وهستناكم في حلقة جديدة من برنامجكم الداية. ابلكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي ابلكيشن الداية دلوقتي.